يعني اما اشتريها تجربيه على المغناطيس. ومعاكي المغناطيس؟ ورينا يا حاجه، ده انت عسل قوي يا حاجه والله. بصوا المغناطيس معاها اهو اهو. بصوا يا جماعه، يعني الشغل ده اصلي، ستانلس ستيل اصلي. ده بقى حديد اهو. ده عامله كام؟ دي ايطالي. حلوه قوي الفازه دي، سعرها كام؟ طبعا هو هتلاقوا اسعار كتير هنا. هوريكم واحنا ماشيين فروشات. وهنا في برضو بواقي تل، بس ده اقمشه بقى مش ستاير. ده بيتباع بالمتر، بتبقى قطعه 4 متر 5 متر 3 متر زي ما بيتبقى من الطوب. طب ولو سمحت المتر بكام من هنا؟ المتر التل بكام؟ 650. ده المتر ب 60. هنا المتر من التل اللي باقي ده من الطوب ب 60 جنيه. ودي ستاره جاهزه على التركيب 350 بيقول للزبونه. دي تقريبا 4 متر دي ولا كام؟ ولا 3 متر؟ انا ما اعتقد كده 3 متر. في قطع برضو صغيره بتتبقى، ممكن تعمليها ستاره للشباك. في اقمشه زي كده الشانيليا ممكن تعمليها تنجدي بيها بانكيت. بوف صغير، كرسي تسريحه، تعملي منها اكياس كوشن. دي بواقي بس مفيش حد هنا نساله. دي ستاير دي. سلام عليكم، ازيك يا واد؟ تبعك ده؟ دي ستاير جاهزه ولا قماشه؟ بكام المتر؟ هنا الستاير دي انا صورت مع وائل كتير. هو ده التشكيل اللي معاك النهارده؟ واللي ورا ده؟ هنا المتر 65 كله يعني. على حسب، يعني اعلى سعر عندك هنا في الفتح 75 النهارده؟ 90 جنيه بس مش موجوده غير يعني في لغايه 90 بس الحاجات اللي هي العاليه، الحاجات اللوكسيات. ما هو بيقول لي خلصت. معنى كده الناس دي بتفرش من بدري. بتفرشوا من الساعه كام يا وائل؟ من 6 الصبح. طب وهنا المتر عامل كام؟ 35. حلوه قوي، 35 جنيه. دي تعملها كام متر الفاضله دي؟ 10 متر، يعني ينفع اعمل منها ستارتين. حلوه قوي. 350 جنيه يا جماعه، تاخديها تفصليها يعتبر اقل تكاليف. وهنا بكام دي؟ و65. ودي ب75. حلوه قوي ما شاء الله. بصوا شغل الكنار حلو. انا بصراحه بنبهر هنا بالاقمشه، واي حد بيدور على اي نوع قماش لتنجيد ركنه صالون اي حاجه هتلاقوها موجوده هنا في شارع المطبعه الاهليه يا جماعه. القطيفه الهامر دي عامله كام؟ 55. دي عرض قد ايه؟ متر ونص. طب في الوان ولا هي المتاحه قدامك؟ في كل الالوان عنده، يعني اي لون هحتاجه بامر الله هلاقيه عندكم واي كميه. ده جبلان سعره كام؟ 90. وده جبلان ثمنه يعني الصف ده كده 90. ده جبلان 90 جنيه. بصوا بقى الجمال، ده تشكيل حلو قوي ما شاء الله. ده جلد مقلوب يا جماعه. بصوا بكام بقى المتر؟ دي حته باقيه. المتر ب 60. المتر ب 60. المتر ب 60. ولو هاخدها من الطوب، عاوزه بقى عدد كبير من الطوب من ورا من هنا، يبقى المتر بكام؟ 75. واحنا طالعين على حسب الخامه، على حسب التصميم البوكيه او الطباعه. بس انا شايفاها حلوه قوي ما شاء الله. طب دي تعمل لنا ايه؟ يعني كم متر انجد بيها ايه؟ يعني مثلا دي كده مثلا 4 متر 5 متر. ممكن انجد بيها ايه بقى؟ اي حاجه، بقى اي حاجه. بانكيت، كرسي تسريحه، بوف بوف. اي حاجه. ممكن تنفع ستاره؟ تنفع ستاره. لا حلوه قوي ما شاء الله. طب واللي هنا دي شايفاها كده كبيره. دي كبيره دي. بكام المتر؟ دي متر ب 60 برضه. دي برضو تنفع لتنجيد كنب، ركنه، بلكونه مثلا وبلكونه. اي حاجه كده. متر ب 60. متر ب 60. طب ودي؟ برضه ده برنت الخامه دي؟ حته صغيره. دي قطعه صغيره. بكام المتر منها؟ ب 60. ب 60. تمام. طب رقم تليفونك؟ 011 4 1 4 9 8 5 1. بصوا يا جماعه، هو بيقفوا قدام بوناتكس يوم الاحد بس، ما فيش اماكن تانية او اسواق تانية بتقفي بيها بالاسعار دي؟ لا يوم الاحد بس. يوم الاحد. انتوا طبعا ده شغل المحلات بتاعتكم. يعني في المحل بتبيعوا
ما احنا قلنا اي كميه امطار عاوزينها، هتفرشي شقه، هتفرشي قصر، موجوده عندهم هنا ان شاء الله في شارع المطبعه الاهليه. الاسعار دي عندكم في المحل لا، في المحل اغلى طبعا. اغلى الضعف. يعني مثلا ممكن متر يعملوا 200 جنيه. اللي هو ابو كام بقى؟ ابو 90 جنيه. ابو 90 ممكن في المحل يبقى 200 جنيه، 200 جنيه 300 جنيه. متشكره قوي يا استاذ احمد، متشكره قوي يا وائل. الواد مش قاعد يدفع. لا هو مش قاعد يدفع 250. السلام عليكم. ممكن اصور؟ صوري بس ما تصوري. مش هطلعك. بصوا الفرشه دي كنت برضو بعدي عليها كتير، ادوات ورفايع مطبخ. دي خارجه، دي جايه منين الحاجات دي يا حاجه؟ دي خارجه فنادق. بصوا معاها بولات. بكام البوله دي؟ دي ب 15. دي بوله بورسلين. طب في كلام يا حاجه في الاسعار اللي بتقوليها، اسعار البيع والشراء ولا ده سعر واحد؟ بصوا يا جماعه فتحي محمود، كله فتحي محمود. تدخل الفرن. ده بورسلين. ده عامله كام؟ دي عامله قلت لك 15. دي برضو 15. بصوا في كذا قطعه منها اهي. طب والمطقوشه بقى دي اللي فيها طقش صغير؟ 3 ب 10 على قد سعرها. والاركوبال دي؟ لا دي زي نفس السعر 15 جنيه. السوسيره دي من غير يد دي عامله كام؟ عامله كام يا ام؟ 7 جنيه. ودي 15 برضه. طب وريني كده الطاجن بتاعت البيتزا دي، هي فيها طقش ايه؟ بكام دي؟ ب 15. بصوا دي من الامارات يا جماعه اهو، 15 جنيه. برضو مش هتلاقي فيه حاجات مطقوشه، فيه حاجات هتلاقيها سليمه. هو كل اسبوع فرشها بيبقى مختلف. حلوه قوي الفازه دي. سعرها كام؟ بعد ما اشتغلت الست. لا دي اخرها 80 جنيه. دي بورسلين. بصوا. والسوسيره دي؟ السوسيره دي ب 10 جنيه. وعندها الاطباق الحلوه دي برضو. الطبق ده عامل كام يا ام؟ ب 20. والحاجات الصغيره بقى الساده اللي تحت، الاطباق الصغيره حسب ايه دي فين اللي تحت الملون ده؟ اي طبق 20. انا طبعا مش هقدر اسالها على كل اسعار الشغل اللي موجوده عندها. انا اوريكم الشغل. بتقعد على رصيف شارع المطبعه الاهليه قدام فروشات الستاير والاقمشه. طب الكوبايات الصغنونه دي الكريستالات دي 5 جنيه. حلوه ما فيهاش حاجه يا جماعه، سليمه. ازازه نضيف. والكوبايه بتاعت الميه دي ب 10 جنيه. 10 برضو. بتاعت الجبنه دي لا بكام؟ ب 5 جنيه. يعني الكوبايه اللي فيها رسومات بتاعت الجبنه 5، والثانيه دي الساده ب 10. طيب والطاجن ده بتاع الكيك او قالب الكيك ب 100. الواحد ب 100. والعريض ده؟ العريض ده ب 200. 200. الثاني الغويط ده برضه ب 200. والغويط ده ب 200. وعندها حلل. قنيت يا جماعه اهي. دي جديده اللي عليها تراب بس مش مستخدمه. الحاجه المستخدمه بتبقى باينه. بصوا من بصوا من تحت. انا لسه هوري الناس اهو. ده عامله كام؟ دي ايطالي. عامله كام؟ ده اخر كلام فيها؟ ده اخر كلام بس. اخر كلام فيها 450. ودي 500. بصوا دي بتبقى جايه حاجات خارج مصانع يا جماعه، بيبقى فيها ديفوهات بسيطه. يعني دي ناقصها يد، دي ناقصها يد من فوق من هنا. دي عامله 500 جنيه. بصوا دي 500. طب الطبق الكبير بتاع الفته ده؟ الطبق الكبير ده 350. ده ستانلس. يعني اما اشتريها تجربيه على المغناطيس. ومعاكي المغناطيس؟ ورينا يا حاجه. ده انت عسل قوي يا حاجه والله. بصوا كمان بتجرب للناس عشان تبين لكم ان الشغل ده ستانلس ستيل اصلي. طيب على ما تطلعي المغناطيس قولي لي كده الصواني دي عامله كام؟ 50. هو عندها حاجات كتير. طب والحله الستانلس دي يا جماعه دي مستخدمه، دي عامله كام الحله دي المستخدمه؟ دي عامله كام؟ بس مش غاليه يا حاجه دي مستعمله. دي مستعمله. امسكها. بصوا المغناطيس معاها اهو. بصوا يا جماعه
لو طبعا معدن او حديد هيلزق اهو. يعني الشغل ده اصلي، ستانلس ستيل اصلي. ده بقى حديد اهو. الستانلس عمر ما يمسك فيه ايوه ستانلس ستيل اصلي. احنا جربنا على المغناطيس فعلا. وكل اسبوع يا جماعه فرشاه ده بيبقى مختلف. الصفايه دي عامله كام يا ام؟ الصفايه 50. ولو 40 لو على 40 هتمشي الدنيا. طب الطبق الحلو ده الرمادي ده عامل كام؟ ده؟ لا اللي ورا ده الغويط. لا ده ب 30. ب 30 جنيه. وريني كده يا امي. ده ايطالي. بيشتغل في المقاولين العرب. هي لها شده ورده. بصوا يا جماعه اهو مختوم ب 30 جنيه. هي عندها حاجات كتير. وانت بتقعدي في اسواق تانية يا حاجه؟ بتقعدي فين بقى؟ سوق التونسي الحضري السيده عائشه. الجمعه. يوم بس يعني بس هنا اقرب لكم وصف المكان، لان سوق الجمعه يا جماعه كبير جدا وشوارع كتير ممكن تتوه. هو نفس الشغل اللي بتقعدي بيه في سوق الجمعه. طيب قولي لي المبخره دي عامله كام؟ قربها لي بس كده. بس دي مش عارفه شغاله ولا مش شغاله. بصوا عندها امانه اهي بتقول مش عارفه اذا كانت شغاله ولا مش شغاله. هتاخدوها كده انتوا وحظكم. طب ثمنها كام؟ لا دي ما اعرفش شغاله ولا مش. حتى لو هي مش هتستخدميها كهرباء هتحطي هنا الفحمه. حاجه حد يصلحها لان كل حاجه فيها هتحطي الفحمه وتحطي على البخور. هي ما جربتهاش. ولو فيها مشكله بتبقى سلكه مثلا مقطوعه ولا حاجه. طيب ثمنها كام؟ دي ثمنها 20 جنيه. اتفضلي يا ام. الملاحه دي عامله كام اللي كانت في ايدك؟ وريهاني. دي 10. ودي ب 10 جنيه الملاحه دي. دي خام فايبر. شكرا يا امي لك جزيل الشكر. ما قلتليش الفواله دي عامله كام الاستانلس؟ دي 250. 250. والبراد ستانلس ستيل اصلي فعلا 18 على 10. البراد ده عامل كام؟ البراد عامل زي 350. 350. والبراريد الصغيره وستانلس ستيل يا حاج. الصغير ده عامل كام؟ الصغير عامل 80. 80 جنيه اي براد صغير. دي 80. استعماله بسيط قوي. شكرا يا حبيبتي تسلميلي. انا بوريكم بقى الحاجات الموجوده في الوكاله. احنا ماشيين مع بعض. سلام عليكم. بكام المتر؟ 50 جنيه. اي متر طول ب 50 جنيه. اي متر طول 50. اي متر طول ب 50 الشغل هنا ما شاء الله حلو قوي ده. اي متر بس طول ب الستاره 50 جنيه. تقيله وفيها كذا كنار يا جماعه ادوار. لا برلانت كله شركه وكله برلانت. كله برلانت كله شركه برلانت. يعني ممضي هنلاقي ستاره ممضيه. كله ممضي. كل 10 سم بصوا يا جماعه كل 10 سم هتلاقي الختم بتاعها. ده برلانت تركي سلطانه برضه. ده 50 اي حاجه صح؟ عم مصطفى 50. وهنا كام؟ برلانت تركي سلطانه بتقول؟ سلطانه حريم السلطان كلها. يبدا حلوه قوي الكنارات. بصوا الاطار والكنار حلو قوي. الحاجات اللي هي 600 جنيه بتتباع و 700 جنيه بتتباع ب 150 و 130 و 140. كله سعر واحد؟ على حسب الشغل. يعني ليه في ايدك عامله كام؟ اللي في ايدك دي عامله 140 بتتباع ب 600 جنيه. حلو قوي المتر ب 140 جنيه. تاخدي نص الكميه. المتر عليه نص متر. صح كده فعلا. عاوزه بصوا عنده كنارات مختلفه يا جماعه والوان مختلفه. شوف بس انت عاوزه ايه. والناس هنا على فكره معاملتها حلوه جدا. عندي حاجات ب 50. وبيفاصلوا مع الناس مش زي ما هتشتري من محل السعر اللي هيقول بيه ملتزمه بيه. الحاجات اللطيفه دي ب 60 جنيه. هنا المتر من ده ب 60. طب في الوان غير النبيتي ده؟ في البني كمان وفي الموف. الموف اهو ما شاء الله. وشغل عالي يا جماعه ولا ديفو ولا حاجه. ده بيبقى عندهم في المحل بيبقى تصفيات للشغل المحل. وبرده اي عدد امتار تحتاجوه بامر الله هتلاقوه. طب واللي هنا اسعاره ايه؟ في حاجات ب 75. لا يعني مثلا اللي قدام 75. طب رقم تليفونك يا استاذ مصطفى؟ 012 0 100 5 0 5. متاكد من الرقم؟ يا باشا. طيب قول لي كده ده الخامه دي ايه؟ ده عرض 3 متر. ده القماشه دي خامتها ايه؟ عرض 3 متر. بس محببه في ايدي اهي. سلك عرض 3 متر. اسمها ايه؟ ديور سلك. ديور سيل؟ بس عرض 3 متر. دي تنفع تنجيد ايه بقى؟ كل حاجه. كل حاجه. وتنجيد كل حاجه. ودي 50 جنيه المتر. برضه نفس الكلام عرض 3 متر ب 50 جنيه. خامتها ايه؟ كتان ولا قطيفه ولا ايه؟ ليجر. قطيفه ليجر. قطيفه ليجر عامله كام؟ 50. 50. هم 3 متر برضه. اسعارهم ما شاء الله حلوه طبعا مقارنه بالمحلات. وانزلوا المحلات العرايس اللي بتنزل تجهز انزلوا شوفوا اسعار القماشه عامله ازاي في المحلات. حتى محلات الوكاله كمان اسعارها بتبقى اغلى. فالفرش الارض بيبقى رخيص جدا لان زي ما قلت لكم بيكون تصفيات. بصوا دي اللي فيها كنار قطيفه. ده عامله كام متر لو سمحت؟ 50.
حلو قوي، اسعارهم جميله ما شاء الله. طب واللي دي مع المدام اي حاجه 50؟ لا الحاجه اللي طالعه مش انت. بصوا يا جماعه، ويبقى يوم الاحد الكلام ده. طب الاسعار دي الاقيها عندكم في المحل طول الاسبوع؟ يوم الاحد ده تبع المحل. بصوا يا جماعه، هو محل اسمه ايه؟ تكسبان. كل المحلات دي بتبقى فاتحه طول ايام الاسبوع. في محلات اقمشه بتبقى يوم الحد بتبقى قافله، وبينزلوا تصفيات بالشغل اللي موجود ده. السلام عليكم. بكام المتر يا حاج؟ نمرة 50 عشان يوم الأحد ب 50 جنيه. يوم الحد ب 50، معنى كده ان انتوا بتبيعوه ب 100 جنيه. اي يوم تاني ب 100 جنيه. ده شغل المحل يا جماعه، هم بيبقوا فارشين قدام محلاتهم اهو. كل المحلات اللي بتبقى فاتحه لحد بينزلوا بالشغل ده التصفيات. 50 جنيه اي حاجه ما شاء الله، شغل عالي قوي. والفرشه دي برضو لحد. بصوا. السلام عليكم. عامل ايه؟ الحمد لله. الاسعار ايه النهارده؟ والله احنا لغايه دلوقتي 85. 85 اي خلي حاجه؟ بالك ان الكهرباء زادت 20% من اول الشهر. احنا مالناش دعوه بالكهرباء، احنا خلينا في القماش. والبنزين زاد، اما الحاجات دي كلها ماشي. هترفع السعر. ماشي، هو يعني لغايه دلوقتي 85. هم ثابتين على السعر، بعد على السعر ده 85 بعد زياده الاسعار يا جماعه. مش بعد زياده بصوا. الاسعار، ده لسه الاسعار هتزيد. بصوا 85 اي أنا حاجه. عندي اتيات درجه اولى. اي حاجه من اللي موجوده دي اتيات درجه اولى، مش فضلات ولا بواقي. اي عدد امتار هنحتاجه هنلاقيه. فبالتالي انا لما هاجي اروح اجيب بدل اللي خلص، انا عارف واثق متاكد ان هلاقي سعر جديد. يعني ده اللي كان موجود معاك بالسعر القديم. الله ينور عليك. تمام. لان الكهرباء زايده 20% من اول الشهر. والبنزين مش الكهرباء بس. ما انا بشرح. البنزين اللي على اساسه النقل طبعا بيغلى، وتكلفه الحاجه بتغلى. نفس الحكايه. لا والكهرباء ما هو ده كله ما كانش شغال بالكهرباء. تمام. بصوا الكنارات حلوه وشغل عالي، وده يا جماعه ما فيهوش اي ديفو. لا كل دي تيال. ده كله من يعني التوب. أي حاجة هتوزيع بصوا عندي منها أي كمية. بصوا الديجراديه حلو. طب في منه الوان تانية غير الكشمير ده؟ لا في النقشه دي موف. ده حاجه تانية دي. بصوا في ديجراديه اهو حلوه قوي. تانية حته من فوق. هو مجمعها فوق على الشماعه. ده 85 برضو يا استاذ ايمن؟ 85. هتيجوا هنا هتنبهروا بالاقمشه اللي موجوده في شارع المطبعه الاهليه. بصوا يا جماعه الشغل. طب واللي ورا ده اسعاره ايه؟ 475. اخر 4 اللي هم دول اللي انا عامله لكم عليهم سهم 75 المتر. هي كويس والله يا ياسر. بصوا انا هوريكم التشكيل برضو اللي موجود في اللي هو في التطريز، فيه فتله ذهبي، في الابيض خالص الساده. بصوا الكنار. بصوا ده عباره عن ادوار يا جماعه، من بصوا بوكيهات الورد دي المطرزه عباره عن ادوار. دول اخر حاجه 75. طب استاذ ايمن لو سمحت رقم تليفونك؟ 03 وحايد 897 4124. ده رقم يا جماعه في شارع المطبعه الاهليه يوم الاحد بس. طيب اسعار الستاير دي لو خلي سمحت؟ بالك ده فرق كمان عن المحلات في السعر الجديد. ما هم احنا الناس فاهمه وعارفه، وبيجوا هنا الوكاله في شارع المطبعه الاهليه عشان يشتروا اقل من اي سوق واي محل. شكرا لذوقك جدا. الستاير دي ده كان في كام؟ 3 متر ونص ب 200 جنيه. 3 متر في 200 ونص ب 200 جنيه. ودي ستاير بلكونه جاهزه على التركيب. قلم عريض، قلم رفيع، عندنا الوان، كله مقاس واحد. كل حاجه موجوده. سعر الجمله كده انا موقف عليهم المتر ب 40 جنيه بتفصيل. انت تشتريها منهم يا حاجه؟ ايه؟ يعني كده المتر واقف عليهم ب 40 جنيه بتفصيل، يعني غير تفصيله ب 25. يعني المتر بالتفصيل واقف علينا ب 40 جنيه. بيبقى يوم الاحد بس. بتعيش جدا. انا عايشه. بصوا الزبونه اللي اشترت. انا بقى لها بصوا. 10 سنين عندي. فعلا الستاير دي بتعيش يا جماعه والله. جدا. عمرها طويل. هتاخدي حاجه فعلا هتقعد معاكي شويه. قول لي بقى عايزه اطلع نجيب حاجه لماما. تمام. بصوا انا معايا صديقه ليا عجبتها الستاره وهتشتري. تمشي قدام شويه. هتاخدي انهي لون؟ دي حلوه قوي. اي حاجه هي رايحه الملعب. تمام. احنا هناخد منها لان فعلا بشهاده الناس، وفعلا الخامه انا ماسكاها في ايدي حلوه قوي ما شاء الله. ولا طب اديها لي دي كده لو سمحت. افردها لك كده قدام. هبص بيفردها اهي عشان نبص برضو نتاكد اذا كان فيها مشكله او حاجه، وانا واثقه ان الشغل ده ما فيهوش اي ديفو ولا اي حاجه. بصوا اهو ده سليم، عشان الناس بس تقول هو بيتباع بالسعر ده ليه، اكيد في ديفو، في قطع، في حاجه. لا الشغل نضيف وما شاء الله الخامه تقيله في ايدي اهي.
ماشي خلاص طبقها لنا. اقمشه كتير وشغل حلو قوي، وهتنبهروا لما تيجوا يوم الاحد يا جماعه في شارع المطبعه الاهليه. عاوزه انهي بالفرشه اللي فيها الجبلان الحلوه دي. السلام عليكم. بكام المتر الجبلان لو سمحت؟ ب 110. ونفس الاسعار يا جماعه، بيبقوا متفقين على سعر واحد، بيبقى فرق بسيط قوي. بس برضو لفوا الاول من اول الشارع، اول شارع المطبعه الاهليه، واسالوا على الاسعار. اقل سعر اشتروا بيه، لان هنا الخامات واحده، بس بيختلف ان في تشكيل مش موجود عند حد تاني. يعني انا التشكيل ده اول مره اشوفه النهارده. الخامه ايه دي لو سمحت؟ ده كتان برنت. ده كتان برنت. سعر المتر كام وعرض قد ايه؟ 140 سعره 110. 140 ده عرضه. واغلب الاقمشه هنا بتبقى متر و40 وسعره 110. واغلب شغل ايكيا هتلاقوه موجود هنا. ده كده اخر شارع المطبعه الاهليه اللي فيه فروشات القماشه والتنجيد. دي كانت جولتي النهارده معاكم، يا رب الجوله تكون عجبتكم. ما تنسوش بعد اذنكم لايك للفيديو وشير واشتراك للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.